السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفروض ان ده اول فصل من كتاب التأثير او بالانجليزي انفلونس. هو نفس الكتاب مترجم. ازاي اقنع اللي قدامي بحاجة هو مش مقتنع بيها او هو مش عنده فكرة عنها، فده تيجي تطبقه حاجات كتيرة جدا في الويب سايت بتاعك، اللي انت لو عايز تبيع حاجة او لو انت عايز تبيع كورس، عايز تقدم خدمة للناس تقنعهم بيها ان الخدمة دي قيمة جدا ومش ينفع تفوتها من ايدك. الكتاب ده بيساعدك في الحاجة دي. عشان كده انا قررت اقراه، ودي لستة لبقية الكتب اللي انا قرر اقراها في السيرفر. السيرفر يعني ايه؟ انا السيرفر بتاعي عندي سيرفر ديسكورد في شباب كتير حلوة عندهم نفس الهدف ان هم يتطوروا ويطوروا من نفسهم، كل واحد في مجاله. واحد فيديو اديتور، وواحد بيشتغل على نفسه في حاجات كتير، واحد عايز يبقى انتربرنور. عندنا قدر معين بنقراه كل اسبوع. مثلا احنا بنقرا شابتر كل اسبوع مثلا او فصل كل اسبوع. فبنسمعه او مش بنسمعه، عاملين زي ندوه قرايه كده، كل واحد بيلخصه بدماغه. فانت كده استفدت حاجتين، اولهم اللي انت لما بتيجي تشرح اللي انت قريته بين دماغك عمرك ما هتنسى اللي انت اتعلمته، فانت كده استفدت من القرايه 100 ضعف من انت لو كنت قريت لوحدك. حلو. الحاجه التانيه اللي انت بيبقى عندك كوميونتي، فانت بيبقى عندك زي ما تقول دافع التزامي كده، اللي انت تخلص الشابتر تحت اي ظرف. انا كنت بقرا وانا عليا امتحانات تاني يوم، تمام، كنت مكمل قرايه ومكمل شغل ومفيش اي حاجه، وبشتغل وبقرا وبسجل فيديوهات وبمنتج فيديوهات وبعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت. تمام. جدول مزدحم زي ده صعب جدا ان انت تقرا فيه، وخصوصا ان انت تقعد كده وتريح وتمخمخ في الكتاب، تشرب كوبايه شاي وقهوه او حاجه. صعبه جدا اللي انت تعمل كده في يوم مزدحم. تمام. بس الحوار اللي انت معاك حد مستنيك اللي انت تناقشه في الفصل اللي انت قريته ده بيساعدك كتير جدا. عشان كده الحوار ده مش مجاني لسببين. اولهم ان انت تلتزم عشان انت دفعت فلوس، فاكيد هتلتزم اكتر بكتير لو الحوار ده ببلاش، والكتب كده كده بتجي لك ببلاش. تمام. يفضل جدا ان انت تجيبها نسخه ورقيه تقراها، بس انا كده ببعتها بي دي اف للكل عشان اللي مش معاه يجيبه او مش عارف يجيبه او كده بيكون عنده الكتاب. تمام. وممكن ابعت لك لينكه على امازون تشتريه عادي، انا مش افيليت ولا هاخد نسبه من الكلام ده، انا بس ايه بساعدك بحيث ان انت تكون كل حاجه سهله ومتاحه قدامك. ده اهم حاجه عندي. السبب التاني اللي انت تدفع فيه فلوس عشان اشتراك السيرفر، اللي انت اثبات جديه. اثبات جديه هو مبلغ رمزي مش كتير، بس الاثبات الجديه اللي انت بتدفعه ده بيخليك فعلا انا اعرف اكلمك، انا شايف بني ادم قدامي، ده بيثبت ان الشخص ده جاي فعلا عايز يعمل حاجه. تمام. فهي مبلغ صغير جدا بسبب الحاجه دي بس. انا ممكن يجي لي ناس كتير بسببها، بس انا مش عندي مشكله يجي لي ناس كتير بس كلهم بيشتغلوا. فاهمين حاجه؟ حلو. دي مقدمه كان لابد منها. مقدمه الكتاب بقى اللي انا هفهمك الكتاب ده بيتكلم عن ايه، انا شرحتها في اول 30 ثانيه من الفيديو، بس حته سريعه كمان. الفصل الاولاني ده بيتكلم عن سلاح الثبات وسلاح التباين. سلاح الثبات ده يعني ايه كلمه ثبات، او المقصود بيها في الكتاب هنا المبدأ الغريزي اللي انت بتتصرف فيه كرد فعل غريزي كأي حاجة بتحصل لك في الحياة. يعني ايه؟ انت طلعت من النار اهي، رحت بترجع ايدك كده مره واحده قلت تلقائي منك، وانت مش حتى مش حسبتها، دي خطوه مش محسوبه، انت طلعت من النار سحبت ايدك مره واحده. تمام. ده اسمه رد فعل غريزي مخلوق جواك ومطبوع في الدي ان ايه بتاعك. حلو. رد الفعل الغريزي ده ممكن تفعله نفسيا في دماغ اللي قدامك بحيث ان هو يطبق الكلام اللي انت عايزه تطبقه. تمام. اللي انت عايز انت ذات نفسك عايز اللي قدامك يطبقه بشويه كلمات بسيطه، كلمات مفتاحيه هي اللي هتسبب لك الموضوع ده. تمام. ادالك مثال على ده في عالم الحيوان، وادالك مثال تاني طبقه نفس المثال بتاع عالم الحيوان طبقه في عالم البشر. هشرح لك ازاي دلوقتي. مثال عالم الحيوان ان هو انثى الديك الرومي، هو كده في الكتاب والله، انثى الديك الرومي عندها كتكوتها. تمام. الكتكوت بتاعها لما لو سمعت منه الصوت بتاعه اللي هو تشيب تشيب، موجوده في الكتاب كده، هتحن عليك كأمه عادي وهتبدأ تهتم بيه وكل حاجة، كله تمام. بس لو ما سمعتش الصوت ده ممكن تهاجمه وتقتله. ليه؟ عشان الصوت ده لو جيت تأملت فيها كده هتعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لما الكتكوت يطلع الصوت ده معناه ان الكتكوت ده عنده صوت ان هو يتكلم وعنده قدرة وعنده طاقة، فالكتكوت ده مش مريض فيقدر يسرفايف او ينجو في الحياة عامة. تمام. فهو ده يستحق الرعاية، مش هيهلك موارد على الفاضي، مش هقعد اجيب له اكل واقعد الف حوالين نفسي عشان اكله وفي الاخر يموت. فعشان كده هي ممكن تكون بتهاجمه، ده السبب المنطقي الوحيد. تمام. بس في نفس الوقت الغريبة بقى في الموضوع ان لو سمعت صوت تشيب تشيب ده من المفترس الرئيسي ليها اللي هو ابن العرس. تمام. هحط لك صورتهم هما الاثنين دلوقتي. ابن العرس ده لو سمعت صوت تشيب تشيب منه، ده مفترس الرئيسي بتاعها، يعني ده زي الاسد وهو الغزاله، الانثى ديك الرومي هي الغزاله وانثى ابن العرس ده هو الاسد. تمام. ده المفترس الرئيسي بتاع الصنف ده. لو سمعت صوت تشيب تشيب منه بتبدا تهتم بيه زي ابنها.
تمام، بتبدا تهتم بيه زي ابنها، فتبدا تعامله بحنيه وتهتم بيه وترعاه وتحاول تقعد فيه، فاهمني؟ انثى عادي. تمام. الموضوع مخيف ليه؟ هو طبعا الحيوان كان ميت، ابن العرس اللي في التجربه كان ميت، بس دي تجربه حقيقيه اتعملت، ولو لقيت لها فيديو هحطه لك. ماشي، حلو قوي. حلو. الموضوع ده بيتطبق في الحقيقه ازاي بقى؟ مثال اللي كان في الكتاب، وهقول لك انا مثال من عندي ازاي تطبقه على الموقع بتاعك او الويب سايت، كانك بتبيع حاجه، كانك دلوقتي هتبيع حاجه. حلو. في واحده جت دكتوره في جامعه، جت كانت عايزه تطبع ورق. ففي امريكا الورق بيبقى عباره عن، عشان تطبع حاجه بيبقى في طابور طويل كده، شركات وكده بيبقى طابور طويل شويه، الناس بتطبع كتير، فكل واحد ودوره. تمام. فهي جت، لو سمحت انا مستعجله ممكن اطبع الورق ده؟ بس مفيش اكتر من كده. نسبة اللي وافقوا على الناس نفس الظروف ونفس الطابور، الناس بتختلف بس يعني مبدأ واحد، كمية واحدة. ممكن اطبع الورق ده، اغلب الناس قالوا لها ماشي، بس بنسبة 64%. نسبة 64% بس اللي وافقوا. تمام. دي نسبة ما ممكن تكون ما تكونش كبيرة قوي، بس المرة التانية لما جت ادت سبب منطقي ان هي عايزة تعدي لحد في الطابور، قالت لو سمحت ممكن اطبع الورق ده عشان انا مستعجلة. تمام. فنسبة 94% من الناس وافقت، عشان بس اديت سبب منطقي انها تعديك. حلو. كلام هنا لحد هنا جميل، كلام محترم. المرة الثالثة والغريبة، وده اللي بقى بيثبت مبدأ الثبات، ان هي جت في المرة الثالثة قالت لو سمحت ممكن اطبع الورق ده عشان عايز اطبعه. ادت سبب غير منطقي. ادت سبب. ايه عايز اطبعه ده؟ انا مش فاهم انت عايز ايه يعني، فاهم؟ عايز اطبعه ممكن اعديك. فلو انت تحسها اللي انت متخلفه ولا ايه؟ بس في التجربه بقى 93% من الناس وافقت. 93% من الناس وافقت هنا. وفي المره اللي قبلها اللي كانت 94، يعني ادت سبب، يعني تقريبا نفس النتيجه بنفس النسبه، عشان بس ادت سبب. مش شرط يكون السبب منطقي. طب عشان الناس، اغلب الناس مش هتشغل دماغها. فانت ممكن تستغل الموضوع ده لصالحك لو انت انسان خسيس ووسخ. ممكن تستغله لصالحك ان انت تضحك على ناس كتير وتبيع لها الحاجه اللي انت عايزها لو الحاجه دي مش ليها قيمه. تمام. وممكن في نفس الوقت تبيع بيها حاجه ليها قيمه. مين عارف؟ عشان بس دي تديك حته كده تزقك قدام المنافسين بتوعك، دي اهم حاجه عندي. او عشان تطور من نفسك يعني في المجالات دي. تمام. كده ده ملخصه اساسا، هو بيساعدك في الحته اللي هي المايند سيت بتاعت عقليه البيع. وعقليه البيع مش شرط ان انت تبيع حاجه، تبيع كلامك للناس. انا دلوقتي بكلمك بستخدم مبادئ من مبادئ التاثير. ممكن اكون بتكلم بسرعه شويه، ممكن كده، بس انا بتكلم بسرعه عشان حوار البرين روت اللي احنا كلنا عايشين فيه، وكلنا ما بنستحملش اكتر من 5 دقائق، او من 5 دقائق نص دقيقه من غير ما نمل او نزهق او يجرى لنا حاجه. فعشان كلنا عندنا برين روت، لازم احط لك مثلا خلفيه جنب هنا، لازم احط لك بتاع انوار بتاع، لازم تفكر في اي حاجه وانت شغال معايا وانت بتسمعني كده، لازم ايه؟ ما تفصلش، مش عايز افصلك. تمام. فانا عارف ان السرعه دي ممكن تضيع مني الناس كتير، بس الناس اللي هتفهم السرعه العاليه هتكون لسه متابعه لغايه دلوقتي ال10 دقايق اللي انا مصورهم دلوقتي دول. حلوين حلوين. ماشي، احنا خلصنا مبدأ التأثير وقلت لك الحتة دي حلوة ازاي. في حتة شخص مثال تاني احلى من ده طبق على ارض الواقع، وهقول لك برضو قبلها، معلش هقول لك قبلها ازاي تطبق ده في الموقع بتاعك. مثال بسيط جدا بس موجود وبيخدع ناس كتير. مفيش حاجة دلوقتي بتشتريها من على موقع غير لما يقول لك الحق اشتريها ب1000 بدل 5000 مثلا. فلما تيجي تشتريها وهي اصلا ب 600 جنيه، بس لما انت الحوار ده بيزرع جواك اللي هو انا مش عايز تفوتني الفرصه، ومش عايز قبل ما تعمل العرض يخلص، وعلى خاص ب 50%، خاص ب 13%. فهي اصلا سعرها 600 جنيه. بس هو بيطلع على الحته اللي بتاعت اللي انت الفير اوف موسن اوت، اللي انت خايف الحاجه دي تخلص، وخايف اللي انت تخلص قبل ما تشتريها انت. فانت تلاقي عندك حاجات كتير تشتريها انت اشتريتها وانت مش محتاجها. تمام. فده مبدأ الثبات. ده مبدأ الثبات اتطبق هنا، ده حته من مبدأ الثبات. تمام. حلو كده. المبدأ ده اتطبق على ارض الواقع، بس على حته محل فيزيكال بقى مش اونلاين. محل موجود على الارض يعني. صاحبة الكاتب كان عندها محل مجوهرات، بتبيع مجوهرات فيروزية. مجوهرات فيروزية، هحط لك صورة ليها دلوقتي. المجوهرات الفيروزية دي ما كانتش بتتباع. السياح كان بيجوا بيتفرجوا على الحاجات، بيبصوا على حاجات كتير، مش راضيه تتباع المجوهرات دي بالذات يعني. فالحوار ده كان عامل لها قلق في دماغها، مش عارفه تعمل فيها ايه. طب خلاص هبيعها بنص السعر. قالت للعامله اللي معاها اكتبي عليهم نص السعر، كتبتها في ورقه ونوته وسابتها ومشيت، عشان هي بتيجي ما بتخشش المحل كتير، صاحبه المحل ما بتقعدش فيه كتير، فكتبت النوته دي للعامله عشان تشوفها وتغير اسعار المجوهرات الفيروزيه دي للنص. حلو كده. تاني يوم العامله قريتها اتنين مش نص، اضربها في اتنين، وضربت سعرها في اتنين. اتباعوا كلهم. اتباعوا كلهم وبسرعه جنونيه. ليه؟ انت لما تيجي تحسبها، بس على فكره البيئه، الحته دي ما اتذكرتش في الكتاب، ودي الحته الروشه اللي انا هضيفها لك، دي احلى من اللي في الكتاب. البيئه
اللي معمول فيها اللي بتتباع فيها الحاجه. الكلام ده ممكن يكون صعب ان انت تفهمه دلوقتي، انا فاهم، بس انا اقوله لك واللي يفهمه يفهمه، لو ما فهمتوش اعتبر نفسك ما سمعتي حاجه. تمام. البيئه اللي بيتباع فيها المجوهرات دي بيئه خصبه للي انت تصرف فيها كتير. ازاي؟ انت دلوقتي مثلا اعتبرها ابسط حاجه خالص، ابسط مثال على ده واقرب حاجه ليها. انت مسافر السعوديه رايح تعمل عمره، ربنا يوعدنا احنا الكل ان شاء الله. انت لما تروح وانت راجع كده بعد ما خلصت والحمد لله اديت مناسكك وكل حاجه تمام، نفسك ترجع بهدايا. انت سايح في بلد غريبه، عايز تجيب على اللحبه لابن اختك الصغير، عايز تجيب مش عارف ايه، تجيب مصليات صلاه ومساوك وحاجات من دي. الحاجات دي كلها نفسك تجيبها، فمش عارف تجيبها منين، فبتخش المول تلاقي نفسك صرفت مبلغ محترم، مبلغ شنطه حلوه يعني، لا مؤاخذه في الكلمه، شنطه حلوه، فلوس كويسه، وجبت هدايا بس حاسس ان الحاجات دي مش تمنها قوي كده، دي مش تمنها، فاهم؟ نفس المبدأ ده استخدمته السايحة، ده نفس الفكرة بالظبط. السايح اللي بيعوز يشتري حاجة من محل مجوهرات ده بيبقى عايز يجيبها كأنتيكة لهدية لحد صاحبه، أو يحطها في البيت عنده كديكور. فالحاجات دي، الحاجات دي بندفع فيها فلوس كتير، عامله زي الساعه الرولكس كده، انت بتدفع فيها فلوس كتير عشان هي قيمتها فيها، قيمتها في شكلها، في الجو اللي هي عاملاه. تمام. فدي في بيئه خصبه اللي انت تعمل فيها كده، دي حته زياده مش في الكتاب، انا بقولها لك من عندي. تمام. فمش هتنفع في كل حاجه، عشان بس لما يجي يقول لك احلى حاجه في الكتب، الكتاب ده مفيش منه اتنين في الدنيا، وانت لو طبقت بس المعلومه دي انت خلاص بقيت حوت وتنين، مفيش حد هيعديك. لا، في حد هيعديك لو ما عرفتش بقيه المعلومات. وانا بقول لك بقيه المعلومات، انا بقول لك الحاجه اهي والناقص فيها ايه، عندي او عند الكتاب او عند اي حد. تمام. عشان كده انا ما عنديش مشكله اقول لك اسمع غيري واسمع فلان وفلان، حتى لو انا منزل لك 1000 فيديو متكلم عن في كل الحوارات اللي ممكن تخطر في بالك، وده اللي هعمله ان شاء الله. بس برضو من حقك انت كواحد عادي، مش من حقي اقول لك ما تسمعنيش غير انا، ما تسمعنيش غير انا. تمام. لازم تسمع لده وده، وتاخد راي ده وتاخد راي ده، وتكون فكرك انت الشخصي وتخيلاتك عن الواقع بتاعك عايز يمشي ازاي، عشان في الاخر ما حدش هيعيش حياتك غيرك انت. حلو. حلو. اتكلم بسرعه، اربعه مش اتنين بس. زي ما قلت لك البرين روت، استحملوني يا شباب. وعلى فكره لو الحوار مضايقك قوي وصلت لغايه هنا وحاسس ان هو انت مكمل بالعافيه، قول لي وانا هفرمل شويه، ما عنديش مشكله. ماشي كده، خلصنا مبدأ الثبات وخلصنا محل المجوهرات وبتاع في اتنين. بالمناسبة صاحبة الراجل ده اللي هي صاحبة محل المجوهرات، ضربت أسعار كل بضاعتها في اتنين، والمحل بتاعهم بقى مولع. كل بضاعتها بتتباع بسرعة وبتجيب بسرعة. حيلة حيلة وسخة، هي بتبيع الحاجات بضعف أضعاف ثمنها، بس هي شغالة. أنت الزبون عايز يشتري حاجة غالية وأنت بتقدمي له حاجة غالية، فهو بيشوف الحاجة الغالية أكيد غالية، تبقى أكيد كويسة وعم قيمتها فيها، فيروح يرجع بيها بلدهم. أنا جبت بتاع ب 2000 دولار ومش عارف صرفت كام، وهي أصلا ب 100 دولار. تمام. ضربت الحاجة في 10 بعد كده، خلي بالك عشان تبقى عارف، موجودة برضه في الكتاب. فالموضوع مخيف، بس في نفس الوقت زي ما قلت لك هي محطوطة في بيئة خصبة. البضاعة دي محطوطة في بيئة خصبة إن هي تعمل فيها كده، وفي نفس الوقت طبقنا مبدأ الثبات، ان هي دي حاجه غاليه اكيد ثمنها فيها، حاجه غاليه اكيد ثمنها فيها، دي بتيجي غريزيه. انا بتفرج على حاجه معايا فلوسها، ده مثلا إن قدامي جيتار دلوقتي. تمام. جيتار اهو. الجيتار ده اكيد غالي، يعني ده ب 5000 وشفته على امازون، يعني مثلا شفته على امازون ده بخمسه وفي جنبه اخوه ب 1000، نفس الجيتار بالظبط. فانت اول فكره تيجي في دماغك ايه الفرق بين ده وده؟ ايه الفرق بين ده وده؟ انا مش فاهم. فلا، ممكن ابو 5000 ده معمول من خشب انضف، معمول من اوتار احلى وكده، فاهمني؟ ما هو انه ممكن يكون والله نفس الجيتار، والله ممكن يكون نفس الجيتار، وغالبا بيبقى نفس الجيتار. تمام. بس انت بتيجي في بالك الفكره دي، وللاسف ناس كتير بتقع فيها. بس احنا كمصريين احنا معناش فلوس نقع فيها، فاحنا بنجيب الارخص غصب عننا يعني. تمام. بس انا بقول لك ايه، اغلب الناس ايه بتقع في الحته دي. لو معاك فلوس بجد نسبه 70% هتشتري الغالي، حتى لو هو نفس السلعه. تمام. فهنا بقى بتيجي حته اللي انت لازم تشغل دماغك وما تسيبش غريزتك تسوقك. مفيش حد بيعمل كده، ما تفهمنيش ان انت اللي كان المثال اللي على الكوكب ده، مفيش حد بيعمل كده. انت بتبقى مضغوط يا عيني، طالع من زفت في الدنيا وعايش حياتك قحط في قحط، فلما تيجي حاجه زي كده انت بدك تنجز، كراجل بالذات يعني بدك تنجز وتشوف اللي بعده عشان وراك بلاوي وهم يتلم. تمام. معلش قلبت عليك المواجع، بس دي حاجه لازم تعرفها. ما انا بكون عقليتك، مش بحكي لك بس بزرط لك الكتاب وخلاص، بشرح لك الملخص كده، انا مش دوبامين كافيين ولا دحيح ولا ايا كان، بشرح لك حته، بضيف لك لمستي، بضيف لك الحاجه الزياده اللي هتفيدك بجد في حياتك، خطوات عمليه ازاي تطبق ده. تمام. قلت لك ازاي تطبق ده في موقعك اللي انت ممكن تحط. هدي لك برضه، انا قلتها في ضمن الكلام بس لازم اقولها لك بالنص عشان يبقى عندك حاجه تكتبها كده وتفتكرها لما تيجي تعمل ان شاء الله موقعك، او حتى المحل بتاعك. الكلام ده ينفع في محل ملابس، ينفع في محل جزم، اي حاجه. حلو.
تاني الحاجه اللي السعر الغاليه لو في بيئتها هيبقى سعرها مناسب ليها، تحط السعر المناسب ليها. يعني مش تبقى ب 50 جنيه وتبيعها لي ب 60، لا بيعها ب 200. ال 200 هتيجي هقول لا انا هاجي اتفرج من بره، اكيد الحاجه دي غاليه فاكيد تمنها فيها. تمام. انا والله في محل عندنا في البلد، انا قاعد في حته ارياف، منطقه ارياف في مصر، تمام. في محل عندنا في البلد معروف ان ده اغلى واحد بيبيع جزم. الجزم بتاعته حلوه على فكره، هي حلوه، هي بجد حلوه. بس هو بيتعمد، والراجل برنس في الحته دي ترفع له القبعه، بيتعمد يجيب الموديلات اللي مش موجوده في البلد. يعني الناس كلها بتجيب كوتش ابيض كلاسيك عادي، حته فيها لاكوست، حته مش عارف ايه. هو بيجيب لك بقى الموديلات الهاف بوت، الالوان الجديده، النعل اللي شكله مميز، والحاجات النايكي اللي هي بتبقى كده كده مضروبه طبعا، عشان هو بيتباع مثلا ب 1000 بدل 400 مثلا، تمام، او 1000 ونص بدل 400. بس ايه، هو بيجيب لك موديل مفيش حد بيبيعه، هو شاريه برضه. يعني ممكن تبيعه بنفس ال 400 وتكسب فيه زي بقيه المحلات، بس هو جايب الموديل من حته بعيده عشان ما حدش يجيب زيه. فالمحلات كلها، المحل عنده بتاعه محل صغير قوي، محل يا اسطى نص الاوضه دي، شايف اوضتي عامله ازاي مثلا من الفيديو، نص الاوضه دي ده بيبيع كوتشيات من النوعيه دي. وبسم الله ما شاء الله مش بيبطل بيع، بسم الله ما شاء الله، الله ربنا يرزقه ويكرمه. تمام. فدي فكره حلوه، انت ممكن تجيب لي حاجه مش موجوده في الحته اللي انت فيها، وتضرب سعرها زي ما انت عايز، تمام، عشان انت دلوقتي عندك يعني قابليه ان انت تحتكر السوق ليك. وده اللي فعلا اللي صاحبنا في صاحب محل الجزم ده عمله. تمام. انا اعرفه معرفه شخصيا، وراجل عسل يعني. حلو. حلو. ده مبدأ الثبات، وكل حاجة ممكن تعرفها في مبدأ الثبات. مبدأ صغير قوي هحكي لك في دقيقتين كمان تاني، اسمه مبدأ التباين. لسه مبدأ صغير قوي وهحكي لك بسرعة. تمام. مبدأ التباين هشرحه لك بقصة او مثال بسيط، وده اللي في الكتاب، انا مش قليل الادب، ده اللي في الكتاب. دلوقتي انت دخلت، هو الكتاب قال كده برضه، انت دخلت بار، خلينا نقول حفلة، ولقيت بنتين، واحدة حلوة قوي وواحدة عادية، مش وحشة، عادية. تمام. الحلو قوي هتشوفها احلى لو شفت العاديه الاول. حلو. انت لو شفت العاديه الاول هتشوف الحلوه احلى، وفي نفس الوقت بعد ما شفت الحلوه احلى هتشوف العاديه اقل. ليه ده حصل؟ عشان العاديه اديتك مبدا اللي انت تقارن ما بينهم، اديتك الصورتين جنب بعض كده، وشفت دي مثلا تخينه اكتر، لا دي مظبوطه، جسمها مظبوط اكتر، دي مش عارف شعرها مش احلى حاجه، دي شعرها احلى. فعندك حاجه تقارن بيها، اتنين قدامك فعرفت تقارن. اما لو شفت العاديه قدامك ممكن عادي، ما فيش احسن منها، تمام، تاخدها وتتجوزها ما فيش مشكله، يعني فاهم ازاي؟ انا بكلمك في كده في فكره ان هو انت مبدا التباين. مبدا التباين ده حد استخدمه في الكتاب ازاي؟ كان او حكى قصه برضو لحد صاحبه، على فكره بالمناسبه الكاتب كان هو دكتور في الجامعه، دكتور علم نفس، امريكا كمان، يعني حاجه، راجل تقيل في مجاله، راجل تقيل في مجاله. كان بيرد على الوظائف اللي هي عايزه ناس ماركتير او بتوع الماركتينج، وبيشتغل معاهم كصبي. كصبي عشان يتعلم كتريننج، يعني بالبلدي عندنا كصبي يعني، بس هو تريننج ان هو يتدرب معاهم ويحضر معاهم الافلات البيع، والناس بقى ايه، بيقفل معاهم ديلز وكده يعني. تمام. فكان بيرضى بالشغلانات دي عشان يلم خبره، ولم خبره على مدار 20 سنه ورقم زي كده يعني، عشان يطلع لك الكتاب ده. فدي حاجه فعلا تحفه، ولازم تعملها لو انت عايز تعمل حاجه زي كده، لو انت عايز تقدم معلومه اللي انا بقدمها لك لازم تكون مجربها. مبدا الثبات ده انا مجربه في فيديوهات قبل كده، والفيديوهات اللي جربتها فيه نفعت. مبدا التباين برضو جربته في حاجات مع صحابي، من غير ما اقول لهم طبعا ان انا هجرب فيكم مبدا التباين يا شباب، لا انا جربته كده في حاجات، ان هو مثلا كنت عايز ابيع لحد صاحبي حاجه، وهي فعلا حاجه تستاهل انها تتباع، مش حاجه يعني كده. وبينت له مبدا التباين في مره، ان انا قلت له في عندي دي وعندي دي، دي اوحش ودي احلى. تمام. في نفس الوقت بنبيع، ببيع في كل حاجه، المبدأ شغال، المبدأ شغال. تمام. بس لما باجي اجربه انا مش بنسى الكلام اللي بقوله. الكتاب ده انا قاريه من شهر، داخل في 3 اسابيع قاريه، ودي رابع مره يتصور في الحلقه. كل مره اقولها من دماغي وما افتحش الكتاب ولا مره. تمام. فاكر الكلام عشان انا مطبقه، انا عايشه، انا عايشه. ولازم القران ان شاء الله لما تيجي تقرا لازم تعمل بالقران اللي انت بتقراه، مش ينفع تقرا كده وخلاص. يعني جيت قلت لك مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يعني ايه هونا؟ هون يعني انا امشي مش افرد صدري على الناس، ويا انت مش عاجبني حد شايف نفسي على الكل وكده، لا هونه اللي انا ماشي، مش وشي في الارض، بس في نفس الوقت انا مش عيني مكسوره. تمام. عيني مش مكسوره، وهمشي الناس اعملهم بلطف وحنيه، مش لازم ان انا ايه يا دي يا ابن لا عادي، عادي. انا ما فيش حد عايز يأذيني، يعني انا مش من حقي ان انا اذي حد. تمام. ولازم ابين ان انا مش عايز اذي حد، عشان ده اسمه الهونه. عشان كده اب عبد الرحمن بديه. تمام. ابقى عبد للرحمن سبحانه وتعالى بديه.
تمام؟ فانا كده بحاول اطبق حاجه من اللي انا قريتها، فلازم تنفذ ده في كل حاجه في حياتك. تمام؟ انا بديك والله بديلك حاجه مش كتاب، انا مش بديلك كتاب، انا بديلك العلم الحقيقي اللي انت تعرف تطبقه وتستفيد بيه في حياتك. تمام؟ نكمل مبدا التباين في دقيقتين، وما عادش خلاص في حاجه. مبدا التباين زي ما قلت لك ايه، تشوف الحاجه الوحشه عشان تشوف الحاجه الاحلى احلى، والحاجه الوحشه اوحش، وفي الاخر تجيب الاحلى، تختار الاحلى في كل مره. تمام؟ صاحب الكاتب كان بيعمل ايه؟ صاحب الكاتب ده كان بيشتغل في العقارات، سمسار عقارات من الاخر، وكان عشان يبيع شقه في دماغه هو صاحب السمسار ذات نفسه، بيروح انا مثلا زبون يجي يفرجني الشقه، الاقي فيها مثلا الميه بايظه، الكهرباء بايظه، شقه تانية الاقي فيها الجيران مش حلوين، الحي مش كويس، شقه تالتة اروح الاقي التلفزيون بايظ، حاجات متكسره. لما اجيب لك الشقه اللي هي عاديه خالص ما فيهاش اي ميزات فوق الشقه العاديه، شقه مكان كويس، مش كويس مكان عادي، ناس عاديه، جيران عاديه، كل واحد بمشاكله، كل واحد قاعد في حاله. ايه الزبون لما بيجي يشوف الشقه دي للمره الخامسه مع نفس السمسار بيتهبل عليها، انا مش عايز اخد غير الشقه دي، وشوف بقى عشان ليه؟ شاف الوحش، شاف كل الزفت اللي في الشقه كلها، فلما شاف حاجه ما فيهاش مشاكل، يا مفيش احسن من كده. فما طلبش بقى مثلا ان انا عايز تكييف بقى، ولا عايز، لا يا باشا هات لي مش سرير ده، سرير راكب انا عايزه، فاهم ازاي؟ هو كده. وانت لو دخلت جامعه وحاولت تسكن، انت حاسس بالموقف اللي انا بقول لك عليه ده، انت يعني اتمرمطت مع السماسره يعني، فاهم ازاي؟ بس اهو ده مثال التباين. شفت بقى السماسرة هيطبقوه فيك ازاي؟ هم غالبا الشقق اللي في مصر هي كلها كده، بس انت لما تلاقي شقه فعلا في مصر ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مصيبه، انت هاتها لي. تمام؟ مبدا التباين اهو كده، مبدا التباين خلص، مبدا الثبات خلص، مبدا الشابتر الاول كله خلصان كده، الفصل الاول خلص، انت معاك معلوماته كلها في اقل من تلت ساعه، والفيديو ده هيتمنتج وهيبقى اقل من كده كمان ان شاء الله. زي ما قلت لك عجبك طريقه كلامي؟ عرفني، اديني فيدباك، لازم الشباب تدوني فيدباك على قد ما تقدروا، تعرفني الحاجه اللي انت بتسمعها مني دي هل انت شايفها مفيده في حياتك ولا لا، واستفدت منها ايه. اكتب 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 على قد ما تقدر، وتعلم، وبتكلم مع نفسك في المرايه. يعني قبل ما اصور الحلقه دي مش عندي حرج ان انا اقول ده، بتكلم مع نفسي المرايه نص ساعه عشان اقول اكتر كميه معلومات مفيده اقدر اقولها. وحاولت اقرا الكتاب تاني اللي انا راجع اللي انا افتكرته، بس الصراحه ما جاليش مزاج قوي ان انا ايه، حاولت ان انا ازود من عندي اكتر من اللي انا قريت، عشان انا فهمت المبادئ وطبقتها، فما رضيتش اقرا الكتاب صراحه. تمام؟ انا حاولت اقراه بس ما رضيتش، قلت لو جبتها من دماغي هتبقى احلى. حلو. وانا انا متاكد ان شاء الله إن لو جبته اللي جبته من دماغي ده احلى من اللي في الكتاب ان شاء الله باذن الله. تمام؟ والكتاب دلوقتي موجود ولسه مش خلصناه، لو عايز تخش تكملوا معانا الشابترين دول ممكن تجيبهم بسرعه جدا، بسرعه جدا، ممكن تجيب الشابترين دول في قعده واحده في ساعه، بس تقعد لها الساعه. تمام؟ بس عامه ايه، مش جابرك على حاجه، انت ممكن تكمل من الشابتر الثالث عادي في اي وقت، تكمل البتاع ده، نشوف الفيديو نازل امتى، اسبوعين، في خلال اسبوعين ثلاثه هنكون بدانا في الشابتر الرابع. تمام؟ انت ممكن تبدا من الثالث معانا عادي جدا، وترجع للاول والثاني بعد ما تخلص احنا الكل. حلو. زي ما قلت لك هنراجع سوا، هنفهم، هنشرح زي ما انا اشرح لك في الفيديو كده حرفيا، هتفتح الكاميرا في الديسكورد، هنشرح كانك في زوم ميتنج كده بتسمع محاضره، وهنشرح لبعض اللي احنا مبدأنا احنا فهمنا من الكتاب ايه. زي ما قلت لك الامثله بتاعت الويب سايت والمحلات والحاجات دي كل ده من دماغي، كل ده نتيجه فهمي انا للكتاب، وانا لما اديهولك بدماغي انا. حلو. فانا عايز منك نفس الامثله بنفس تركيبه الافكار والدماغ دي، وبشخصيتك انت، حط لمستك. تمام؟ الكلام ده مش مجاني خالص، هتخش هتلاقيه على السيرفر، كل التفاصيل هتلاقيها جوه، ولو انت في حاجه احتجت فيها هتلاقينا موجود، وبرد 24 ساعه على الناس. تمام؟ دمتم سالمين.